السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معلش بقالي فترة ما نزلتش فيديو جديد. النهاردة بقى راجع لكم فيديو جديد، طريقة عمل الجبنة القريش في البيت. انا جبت يا جماعة 2 كيلو لبن من عند اللبان او من اي حد مضمون. حطيتهم على النار في حلة ودفتهم. بعد كده فضيتهم في الطواجن دي، ده الطاجن كبير وده اصغر شوية، الباقي حطيتهم فيه. وبعد كده شغلت الفرن حوالي 10 دقايق وقفلته، وحطيتهم دخلتهم على الشبكة بتاعة الفرن وغطيتهم بقماشة نظيفة او باي غطا عندكم، وسبتهم يومين. زي ما احنا شايفين طلعتهم اهو. هوريكم بقى القشطة اللي هنشيلها من على الوش. القشطة دي طبعا يا جماعة بتبقى تحفة، ممكن ناكلها بقى كده في سندوتشات مع مربى، او نعمل بيها اي حاجة، او نحوشها وبعد كده نسيحها نعملها زبدة. بصوا الطاجن ده ما شاء الله، كل اللبن ما يبقى دسم هيطلع لنا كمية قشطة كبيرة. ده برضو بصوا الطاجن الصغير طلعت عليه القشطة منه. القشطة قد ايه بتاعته؟ حوالي ربع كيلو قشطة. دي هشيلها في التلاجة بقى، استعملها في الوقت اللي انا عايزاه. دلوقتي انا جبت طبق كده بلاستيك، لو ما عندناش مصفى مخرمة، وخرمته بحاجة كده علشان احط فيه. طبعا هجيب قماشة الاول، ودي علبة اللي انا الشرش عشان ينزل فيها بتاع الجبنة. اجيب قماشة نظيفة كده او قطعة من الشاش مخصصة طبعا للجبنة بس. افردها بقى كويس وهنزل. بصوا ما شاء الله اللبن لما رب بقى جبنة عامل ازاي. هفضيها بقى. بصوا ال2 كيلو عاملين لنا كمية حلوة ما شاء الله. كده انا فضيت يا جماعة الجبنة كلها اهيت. احط عليها شوية ملح، حوالي معلقتين ملح صغيرين. الملح طبعا على حسب الرغبة زي ما انتوا عايزين. اللي عنده حصيرة ممكن يعملها فيها. طبعا هي الجبنة في اي حاجة هتنفع يعني عادي. انا عاملاها دي الحاجة المتوفرة عندي فعملتها في الطبق ده. بصوا الشرش بقى اللي طالع منها كله ده. احنا طبعا هنلفها كويس، نقفلها على بعضها كده. بصوا نعصر شوية كده، نلفها على بعضها ونعصر شوية. بصوا الشرش اللي نازل طبعا ده اوعوا ترموه يا جماعة، ده احنا هنستخدمه في حاجات كتيرة حلوة جدا هقول لكم عليها دلوقتي. احنا بنعصر كده علشان الجبنة ما تاخدش معانا وقت طويل لحد ما نقدر نقطعها بسرعة. طبعا دي موفرة جدا معانا الجبنة اللي احنا عاملينها في البيت، وحاجة نظيفة. كلنا عارفين الجبنة بره بقت غالية قد ايه الجبنة الطبيعي. طبعا دي جبنة طبيعية بدون اضافات ولا خل ولا منفعة ولا اي حاجة. بصوا كمية الشرش بقى اللي طلع. طبعا ده هنغليه لوحده في حلة ونحطه بعد ما يبرد في اي حاجة في الفريزر، نطلعه نعمل بيه معجنات، قرص، نستخدمه في اي حاجة احنا عايزينها نعجن بيه. بصوا الجبنة بقى. هقعد بقى ايه بالمعلقه كده اظبط شكلها بحيث لما اجي اقطعها تطلع كده قالب متناسق وشكله حلو. افردها كده كلها بالمعلقه. هنغطي عليها طبعا الاول زي ما احنا شايفين كده كويس، وهنحطها في التلاجة لمدة 3 ساعات. وهنحط عليها، لازم نحط عليها كده حاجة تقيلة، اي حاجة بقى موجودة عندكم علشان تنزل كمية الشرش الباقي. بصوا كل ما بسيبها شوية بتنزل كل كمية الشرش اللي فيها. بصوا انا سبتها برضو نزلت اهو. بصوا الجبنة بقى شكلها جميل ازاي. طبعا كفاية طعمها بقى، هتدوقوا احلى طعم جبنة وعاملينها بايدينا في البيت. بصوا حطيت عليها كده حاجة تقيلة، اي حاجة بقى متوفرة عندكم حطوها عليها. نحطها بقى في التلاجة حوالي 3 ساعات كده. بقى بعد ما طلعتها بصوا اخدت 3 ساعات، قطعتها كده مربعات صغيرة. بصوا متماسكة وجميلة جدا ازاي. ممكن بقى نحفظها في علبة في التلاجة، هتقعد اكتر من اسبوع مش هيحصل لها اي حاجة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. تقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو في اي حاجة تسألوا عليها هرد عليكم ان شاء الله. بصوا كمية الشرش اللي طلعت بقى بوريهولكوا اهو. هغطي عليه واشيله في الفريزر، نستعمله زي ما قلت لكم في المعجنات، هنعمل بيه حاجات كتيرة حلوة جدا.
ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب او اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. بالهنا والشفا، مع السلامة.